Buradaki en zor pazarlık maddesi neydi Serhat Bey? Şimdilik bu kadar yeter. Teşekkürler arkadaş. Müsaade edin lütfen. Çocuk, eski eşiniz Berrak Hanım'ın çocuğuymuş. Çocuk evlat edindiğinizi duyduk Serhat Bey. Şimdi sırası değil. Berrak'la bizim başka çocuğumuz yok. Bitirelim lütfen. Çocuğun babası siz misiniz? İndir o mikrofonu. Demek ki doğurduğu çocuğun babası sen değilsin. Hadi gidelim Serhat, ne olur hadi. Serhat. Eşiniz sizi aldattı mı Serhat Bey? Bu konu hakkında bir şey söylemek istiyor musunuz? Kişinin kim olduğunu biliyor musunuz? بإيراك تعود أكثر شرا وهدفها القادم قتل زينب. بعد الحادث الخطير الذي هز الجميع يعتقد الكثيرون أن بإيراك ستتغير أو تتراجع عن أفعالها، لكن ما سيحدث سيكون العكس تماما. في الحلقات الجديدة من الورود والذنوب ستخرج بإيراك من المستشفى وهي مليئة بالحقد والرغبة في الانتقام. بإيراك لن تنسى أن زينب أصبحت تعيش حياة سعيدة مع سرحات وقدر، وستعتبر أن كل ما حدث لها كان بسبب زينب فقط، لذلك ستبدأ بالتخطيط لخطوات أكثر خطورة، وستتحول زينب إلى هدفها الأول. سرحات سيدرك أن الخطر ما زال مستمرا وسيحاول حماية زينب بكل الطرق الممكنة، لكن بإيراك ستكون مستعدة لفعل أي شيء حتى لو تسبب ذلك في كارثة جديدة. الأحداث القادمة ستشهد مواجهة عنيفة ومليئة بالتوتر، خاصة بعدما تبدأ بإيراك بتنفيذ خططها واحدة تلو الأخرى.